السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اليوم سننتقل إلى المغرب للحديث عن أهم الأخبار الخاصة بالبطولة الوطنية والخاصة بأحد قطبي الكرة الوطنية، نادي الوداد الرياضي الذي تعاقد مع المدرب غاريدو خلفا للمدرب السابق المهدي النفطي. وجاء هذا القرار من رئيس الوداد بإقالة المهدي النفطي وتعيين غاريدو للإشراف على المارد الأحمر فيما تبقى من هذا الموسم، وهذا راجع إلى تراجع نتائج الفريق خاصة بعد رحيل وليد الركراكي الذي قدم معه الوداد مستويات كبيرة السنة الماضية وحقق كل الألقاب الممكنة والتي كان مشارك فيها. لكن الواجب الوطني كان لابد من تلبيته من طرف وليد لتدريب المنتخب الوطني، هو ما فرض على نادي الوداد التعاقد مع المهدي النفطي الذي لم يكن رجل المرحلة، وتراجعت نتائج الفريق معه وحتى المستوى وكرة القدم التي كانت تلعبها الوداد. ورأينا هذا في كأس العالم للأندية إذ خرج الفريق من المباراة الأولى في البطولة أمام الهلال، كما خسر صدارة البطولة الوطنية وهو الآن في المرتبة الثالثة في البطولة بفارق نقطتين عن المتصدر الجيش الملكي. وهذا ما أطاح برأس النفطي وسرع من التعاقد مع المدرب المتمرس غاريدو الذي سبق وأن درب الرجاء وله تجارب داخل البطولة الوطنية وحتى الإفريقية، كما له تجارب في الخليج العربي. ونتمنى التوفيق لنادي الوداد مع هذا المدرب وأن يعود القليل من الأداء والجمالية التي كان يقدمها نادي الوداد في السنة الماضية. إذا المبروك لجماهير وداد الأمة على هذا التعاقد في انتظار لمسة المدرب على الفريق.